سلام الله عليكم يا رجال. معانا قصة سمعت عنها وقلت لازم إن أحدث الجميع بهذه القصة الطيبة والراقية. قصة شيخ كبير اشتهر بالفصاحة والبلاغة، ولديها العديد من المؤلفات الشعرية في الغزل. قصته مع امرأة حسينة يقولوا إن فاق بالجمال ما لم يكن في تلك المنطقة مثلها. تمام. هذا الشيخ الفقيد محمد أحمد منصور، شيخ كبير والكثير من الناس يسمعوا عنه. قصته مع هذه المرأة نصفته له. كانت هذه المرأة من حسنه وجماله إنه الخطاب ما ينقطعون. لا يوم من الأيام جاء ابن عمه واتكلم عليه رغم فقره وحالته المتواضعة، إلا أن قبله. كانت ترفض الأولين طبعا، بس قبله بهذا الشخص. إلى أن أتى يوم من الأيام وكتب الله النصيب وتزوجوا. عاشت حياة مهينة، حياة فقر ومعاناة من الفقر. تمام. إلى درجة إن كانت معاه مرعاية وكذا، ولديها من الأغنام والبقر والماعز، وتزوجوا وقضوا حياة إلى أن ضاق من الوضع. قامت باعت الذهب وأعطيته لزوجه يروح الغربة، يروح السعودية يغترب من أجل يصرف عليها هي والجهال. كانت حتى السكن عايشة بدار قديم، ورضت بالسكن وصمدت مع زوجها وبذلت المستحيل. فجاء اليوم اللي قرر إن تسافر بزوجها السعودية للغربة. طبعا باعت الذهب واتسلف من الناس وراح زوج السعودية. مع الأيام فتح الله عليه وبنى بيت جديد متكامل، واشترى السيارة وجمع الفلوس. وجاء اليوم اللي يروح فيه من الغربة. طبعا هذا الرجال زوجه أتروح من الغربة. وصل البلاد، شاف حالة زوجته. طبعا زوجته بأيام الفترة هذه كان يرسل المصروف، تجمع المصروف حرصا على زوجه إنه يشقي بالغربة وحفاظا على ماله وبيسه. فكانت ترعى الأبقار والأغنام مقيمة بيت وأسرة، وعمرت البيت الجديد عملت المستحيل. فجاء لزوجه شافه مع مرور الوقت والأيام. تمام. طبعا الحسن اللي كانت فيه بدأ يبهت، والمنظر والجمال مع مرور الوقت الصعب والمشقة بهت جمال المرأة هذه. المرأة هذه لكن إنه أول ما يروح زوجه إنه يسكنوا بالبيت هذا الجديد. فإيش تتوقعوا يا رجال؟ إيش جاز المرأة هذه بعد كل العناء وكل المشقة وكل التعب هذا؟ قرر إنه يتزوج. بالأخير قرر إنه يتزوج وطرد من البيت الجديد، وطبعا وسكن بالدار القديم اللي كان عايش فيه قبل ما يغترب. وأيضا راح يدور مرأة عشان إيش يتزوج. فقهرت المرأة هذه ما درى كيف تفعل. راحت لعند الشيخ الكبير الشيخ محمد أحمد منصور. طبعا وحكيت له القصة كامل، وحكيت له الوضع كامل. فما كان من الشيخ الفقيد رحمة الله عليه إلا قال لي: ولا تقلقي يا بنتي، أنت من اليوم بنتي، وأنا أتصرف مع زوجي ولا تهمي أي شيء.
أول يعني ما شكيت له بالقصة، كلم المرأة هذه قال لي خلاص أنت روحي لبيتك وشلي ملابسك وكذا علشان إنك إيش تحنقي تروحي بيت أهلك. طبعا أهلي كانوا ناس بسطاء. طبعا يا رجال الشيخ محمد أحمد منصور قال لي روحي بيتكم على أساس إنك إيش حنقة وشلي ملابسك وشلي كل شيء ورحتي بيتكم. المرة روحت البيت وكلمت زوجي خلاص أنا مروحة بيت أهلي دام إنك تتزوج أنا مروحة بيت أهلي ما عاد لي جلسة معك. قال لي الله معيك الباب يفوت جمل وشلت ملابسه. وطبعا ما روحت بيت أهله. الشيخ قال لي تروح أين بيت أهله؟ بيته. تمام. شلت ملابسه وراحت بيت الشيخ على إن إلا بنته. الشيخ قال لها يعني من اليوم رايح أنت بنتي ولا لك أي دخل. طبعا الشيخ راح كلف 2 من المرافقين تبعه وقال لهم يحضروا له هذا الرجال زوج هذه المرأة. فراحوا الاثنين هذا وقالوا له الشيخ يستدعيك تخزن معه. تمام. وهذا ما شاء الله قد فتح ربي عليه وقد حصل مال وقد كذا يعني مبسوط. فراح يلبي دعوة الشيخ. خزنوا مع بعض وتكلموا وكذا ودار الحديث بينهم وقال له سمعت انك يعني تتزوج والله يفتح عليك. الرجال صادقه بنيته وقال له طبعا انا جوك من السعودية ونشي نتزوج وكذا وربي فتح عليه. قال له خير ان شاء الله دام انك تتزوج وانت ابن ناس وانت كذا وانت فلان خلاص زواجتك شو تكون انا زوجك بنتي. طبعا الرجال ما صدق لانه شيخ كبير ويعني ما حدا يوصل للشيخ محمد احمد منصور. قال له قبلت يا شيخ. قال له خلاص من بكرة تروح تذهب بنتي وتشترى لي ذهب بكذا وشرط بنتي كذا مليون. تمام. وأيضا السيارة اللي جاءت بها أنا مش زوجك بنتي إلا إذا كتبت بالسيارة هذه لبنتي. قال له أنا موافق. وراح شلي الذهب واشتري له يعني بمبلغ مكلف بهذه الأيام مبلغ كبير جدا ذهب ولأن بنت الشيخ وكسي كسوة يعني كبيرة وعمل بالبيت أيضا. قال له بنتي هذه يعني أنا مش زوجي إلا إذا عملت له بالسيارة والبيت الجديد. عمل لي بالبيت الجديد ورقة وعمل لي بالسيارة وعمل يعني كل الأمور. فقال له يا شيخ أنا أشتي أشوف زوجتي وكذا. قال له لا أنت ما تشوفه إن شاء الله إلا يوم العرس. تمام. لا قبل العرس بيوم راح يعقدوا. فعقدوا. تمام. وكتبوا اسم البنت هذيك وسجلوا على إن بنت الشيخ. وافق الرجال وسلموا الشرط ويعني مبلغ مكلف وكتب بالبيت وكتب بكل شيء مع الذهب مع الكسوة مع كل شيء وخلاص زواجه إلى يوم الزواج. طبعا البنت هذه مش بنت الشيخ. البنت هذه مرة الرجال الأولى انصف الشيخ من زوجه الأول. تمام. وهي نفس زوجته الأولى يعني الرجال مستني للمرة الجديدة. قام الشيخ عمل للبنت هذه موكب عظيم وراح مع الرجال وراح مع الناس يعني كلهم. تمام. إلى أن وصل عند هذا العريس اللي جاي يخطبه واتفاجأ زوجه إني مرته من الأولى. قال له شوف وزاد مسك على ذنه على ذن الرجال. قال له من اليوم ورايح هذه بنتي. من اليوم ورايح هذه بنتي واللي يصيبه يصيبني. وإذا شفت يعني يوم من الأيام إنه يعني لعبت بذلك هكا ولا هكا الله يعني يسامحنا على اللي نعمله معك. الرجال خلاص استقبل مرته يعني قبل مرة جديد. وهذه كان قصتنا عن الشيخ الكبير الشيخ اللي يعني اشتهر عنه حاجات كثير لكنه لديه إيجابيات أكثر من سلبياته. والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسونا من الاشتراك في القناة لكي نأتيكم بالجديد ونأتيكم بالنوادر والقصص الجميلة لهؤلاء الفقداء على الوطن.